بالنسبه للنادي الاجتماعي هو حلم اسماعيليه زي ما بيقولوا الاخ، ان هو فعلا منقذ للنادي الاسماعيلي، وده حلم لينا كلنا كابناء اسماعيليه. عشان ما اطولش كتير، المسائل كانت صعبه جدا، اجراءات قانونيه وخلافه. الحمد لله تخطينا كل المراحل دي كلها. بالنسبه للشغل، العمليه مش عباره عن ملعب بس، ملعب باضاءه بمبنى اداري. احنا خلصنا اجراءات المبنى الاداري، خلصنا اجراءات الكهرباء والاضاءه، وان شاء الله خلال يومين او ثلاثه الشركات اللي لسه عليها العقد تاخد امر الاسناد تبتدي تشتغل. يعني نهايه الاسبوع هتلاقوا في معدات جوه ارض النخيل بتشتغل. لازم الملاعب اجراءات بسيطه جدا، خلال 10 12 يوم 15 يوم بالكثير تكون طرحت، وبكده الثلاثه يتوازوا مع بعض وتشتغل. هنشتغل بخطوط متوازيه، بمعنى ان احنا مش هنخلص الملاعب ونبتدي بعد كده بحاجه ثانيه، لا، اثناء الشغل هنطلع حمام السباحه، هنطلع حاجه ثانيه، ملعب اسكواش وخلافه. واوعد شعب اسماعيليه تمثل في حضراتكم ان شاء الله خلال سنه واحده يكون خلصنا النادي الاجتماعي. ده هو حلم اسماعيليه كلها ان شاء الله. احنا بس عشان احنا دخلنا